الجبنة الفلاحي في حصيرة السوشي. ما عندناش الحصيرة بتاعت الجبنة. الحاجة أم الاختراع يا جماعة. أحلى جبنة هي وفي حصيرة السوشي مفيش حاجة تقف قدامنا إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنقطع الجبنة وهقولك ازاي تحتفظي بيها في التلاجة أطول فترة من غير ما يحصل لها أي حاجة. أهم حاجة اللايك يا جماعة عشان هو اللي بيرفع الفيديو. السلام عليكم، أهلا بيكم، ازيكم؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل جبنة فلاحي بطريقة مبسطة خالص من غير منفعة ولا خل ولا كلام من ده كله. أنا جايبة 2 كيلو لبن سايب من عند اللبان، يا دوب بس حطيتهم هنا في الطاجن زي ما انتم شايفين كده، ما سخنتهمش، باردين زي ما هم. وطبعا عشان خاطر البنات اللي بتتعلم دخول المطبخ مش هنحط، ما ينفعش نستعمل الجبنه الفلاحي بلبن علب او لبن بودره، لازم يكون لبن من عند اللبان سايب زي ما انتم شايفين كده. لو عندك ضرفه في المطبخ ما بتفتحيش كتير، حطي اللبن كده بالطاجن بتاعه دوت، او ممكن تحطيه في حله وتحطيه في الضرفه وتقفلي عليه، ما تفضليش تفتحي بقى كل شويه عليه غير تاني يوم في نفس الميعاد. يعني احنا دلوقتي لو انت عملتيه الصبح مثلا هتلاقيه تاني يوم الصبح رايب، لان احنا دلوقتي في الدنيا حر فمش هياخد معاكي وقت، يا دوب هو 24 ساعه هيكون راب. لكن طبعا في الشتاء بيبقى حاجه تانية خالص. او ممكن تحطيه لو انت مش هتستعملي فرن البوتاجاز، تحطيه في فرن البوتاجاز لتاني يوم. وما تفتحيش بقى البوتاجاز كل شويه، يعني ما تفتحيش الفرن كل شويه عليه، سيبيه في الفرن لحد تاني يوم تفتحي عليه. انا دلوقتي هحطه ان شاء الله يعني هشوفه بقى تاني يوم ان شاء الله، ونشوفه مع بعضينا ونشوف عمل ايه. بعد ما اللبن راب زي ما انتم شايفين كده، في بقى ايه، هتلاقي قشطه كده، طبقه قشطه كده حلوه من فوق الوش، هنشيلها كده بالمعلقه. وبعدين دايما يعني تعرفي انها رابط كمان، بص بتلاقي فيه كده ميه، شوفي ده الشرش بتاع الجبن اهو زي ما انت شايفه كده. انا هنا بقى ما عنديش اللي هي الحصيره بتاعه الجبنه، والحصيره دي مش هتلاقيها غير في الاقاليم، يعني هنا في القاهره مش موجوده. فانا دي بقى دي بتاعه السوشي، انا عملت لها رباط من هنا ورباط من هنا اهوت، وبعمل فيها زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى فيها الجبنه ان شاء الله. هتأدي الغرض طبعا، انا هما 2 كيلو فيا دوب على قدها. هبدأ بقى احط الجبنه ان شاء الله. طبعا انا حطاها في قلب الحوض علشان خاطر الشرش طبعا هينزل في الطبق، وفي نفس الوقت لو مثلا حاجه كده هتنزل في قلب الحوض مش هتبهدل لي الدنيا.
هسيبها طبعا شويه لحد ما الجبن الشرش يتصفى منها خالص. طبعا الشرش بالنسبه للبنات اللي لسه بتتعلم دخول المطبخ، شرش يعني الميه اللي بتنزل من الجبنه. طبعا هو نازل في الطبق، والشرش ده مفيد جدا، يعني احنا هنحتفظ بيه برده عشان نبقى نحط الجبنه فيه. هسيبها بقى شويه لحد ما الشرش ينزل خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. زي ما انت شايفه كده، بعد ما الشرش صفى شويه من الجبنه، هلمها بقى كده على بعضيها، وهسيبها بقى مقدار ساعه كده لحد ما تتصفى خالص. وبعد كده هعلقها. هتعلقيها بقى يعني ايه، ممكن تعلقيها في ظرفه المطبخ، على بصي المكان المناسب ليكي تعلقيها فيه، علقيها فيه. فانا بعد ما هتتصفى بقى خالص كده، يعني اسيبها مقدار ساعه تتصفى، وبعدين هعلقها. بعد ما بتعلقيها بتسيبيها مثلا ايه مقدار ساعتين 3 كده، تكون بقى اتصفت خالص من الشرش اللي فيها. وهنشوفها مع بعضينا واحنا بنقطعها. هنحطها بقى في علبه زي ما انت شايفه كده. زي ما انت شايفه كده، انا حطيتها في علبه اهيت. هرش بقى عليها الملح. يا سلام لو عندك ملح خشن، وتغطيها بقى لو تحطيها في التلاجة، هي هتنزل ميه منها، او الشرش هينزل منها شرش. الشرش اللي هينزل منها ده هيحفظها. لو ما نزلتش شرش كتير، ناخد بقى من الشرش اللي احنا نزل منها وهي على الحصيره، ونحطه هنا في قلب العلبه برده، وتحفظيها في التلاجة تقعد معاكي لحد ما تخلص، مش هيحصل لها اي حاجه. بألف هنا وشفا، وما تنسوناش في لايك، اشتراك في القناه، وفي رعايه الله.